ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي، هنعمل فراخ مشويه محشيه كده برز، بس حلوه قوي وهتعجبكم جدا. تعالوا نشوف المقادير مع بعض عشان ما اطولش عليكم. دي فرخه انا عايزاها تكون كيلو 200 مثلا، مش اكتر من كده، عشان تستوي وتبقى كويسه قوي. انا خليها من العظم كله، شايله عظم الورك والسلسله اللي ورا دي كلها، سايبه بس الحته اللي تحت عشان تسند الفرخه شويه. هجيب طماطم مبشوره وعليها توم مفروم، وكمان هحط معاها معلقة صويا صوص أو دبس الرمان الموجود عندك، ومرقة دجاج لو مش حابة خلاص. كمان هحط مستردة وبابريكا وملح وفلفل وجوز الطيب أو بهارات فراخ، وتوم باودر وبصل باودر. بصي، التتبيله مش شرط تمشي زي ما انا قلت بالظبط، اي تتبيله حباها ممكن تعملي بيها، مش شرط التوابل اللي انا حطيتها بالظبط. تمام. هجيب الفرخه بتاعتي كده واحط فيها التتبيله كلها، وهسيبها هكون متبلاها قبلها بيوم بالشكل ده. عايزه التتبيله كلها تدخل في الفراخ بتاعتي، وهسيبها في التلاجة يوم كامل. هبدا اعمل الرز بقى بتاعي. هجيب زبده واحط فيها بصله مبشوره شويه، وهنزل بالكبد والقوانص بتاعتي بتاعت الفراخ، واشوحها كويس قوي كده، واكون مقطعها حتت صغيره. هبدا احط عليها ملح وفلفل، وكمان لو متاح عندك قرفة تمام حطي، مش موجود برضو ممكن تكتفي بالملح والفلفل. دي بهارات فراخ، هحط شوية مرقة فورية يعني، هحط شوية منها. وهكون غاسلة الرز واحطه كمان على طول كده، وهقلبه شوية واحط شوية مية صغيرين. مش عايزاه يستوي سوا كامل، انا عايزاه يكون نص سوا عشان يكمل سوا مع الفراخ. تمام، هيبقى ده شكله. هسيب له كمان لينك الرز لوحده تحت بتاع الكبد، هتلاقوه حلو قوي، جربوه. هبدأ أحشي الفراخ بتاعتي بقى بالشكل ده. أنا زي ما قلت لكم أنا خليها كلها من العظم، فهبدأ أحط الرز بتاعي بالشكل ده. أنا بحب يعني تبقى الرز كتير قوي فيها، ممكن ما تخليهاش بالشكل ده كلها، أو ما تحشيهاش بالكمية دي. الحبة يعني إيه، الحبة تعمليه ممكن تعمليه، أنا بحب الرز بتاعها يبقى كتير قوي، فخليتها كلها. تمام. هبدأ أقفلها عندي بخلة أسنان، أو أنا سايبة الإبرة دي بتاعة الأكل بس وبعقمها على طول، فممكن أقفلها بيها برضو عشان أضمن إن مفيش حاجة تخرج منها. مش حابة تعمليها ممكن تعمليها بخلة أسنان أو أي حاجة متاحة موجودة عندك. هبدأ بقى أحطها مع خضار في كيس حراري كده بالشكل ده. هبدأ أنا حاطة معاها بطاطس وكوسة ومقطعة بصل كده. هبدأ أحط الفراخ بتاعتي وهقفل عليها واحطها في صينية. هحط في الصينية دي شوية مية وادخلها الفرن حوالي ساعة، ساعة وربع، مش أزيد من كده، إن الفرخة حجمها صغير هتستوي معايا بسرعة. تمام، هي كده خلاص استوت. هبدأ بقى أطلعها. بصوا هي بالشكل ده كده، بصوا تحفة تحفة. جميلة قوي هي، بس اتعملت مني شوية وانا بطلعها من الكيس. بس بصوا شكلها خطير بجد، هتعجبكم جدا، جربوها. والرز بيبقى ليه طعم تاني خالص. بجد جربوها هتعجبكم.